مصطفى المدير الاداري للفريق الاول لنادي كفر الشيخ، برحب بك يا كابتن. اهلا وسهلا، ازيك؟ كل سنه طيب. تعليقك النهارده يا كابتن على حكم المحكمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول طبعا حكم المحكمه النهارده الناس كلها كانت في انتظاره، بالذات جماهير الكوره، وطبعا الحكم طلع ولازم كلنا طبعا نحترم القضاء. واحنا قلنا من الاول اي نتيجه هتحكم بها المحكمه الناس كلها كل اطرافها تبقى مرضيه بيها. فطبعا النهارده المحكمه حكمت، النهارده صدقت على الحكم باعدام 21 متهم، وتقريبا 28 خدوا براءه، ومدير امن بورسعيد داخل 15 سنه مؤبد. طبعا احكام كلها عادله، وطبعا لا تعليق على حكم القضاء زي ما بيقولوا يعني. شايف اشعال النيران في اتحاد الكوره ونادي الشرطه بترجعنا تاني لايقافات الدوري والاشعال الاعتراض، بس في اجتماع بعد ساعه مع الكابتن مع السيد عمرو فاروق واعضاء مجلس الاداره، شايف ان الدوري لو توقف تاني الدنيا هتروح لفين؟ والله ان شاء الله ما فيش وفاه للدوري، وان شاء الله العمليه هتستمر والدنيا هتمشي ان شاء الله، لكن اللي حصل ده عبث ويعتبر مجموعه مأجوره. انا بعتبرهم من وجهه نظري ان دي مجموعه مأجوره، لان الموضوع مش موضوع بيوم وليله، هي الموضوع مترتب جدا، لان اللي حصل ده حصل يعني حاجه شنيعه جدا. وكان بيقول لك انا ما شفتش الموقف نفسه، لكن انا سمعت من وسائل الاعلام ان الوضع كان صعب، والنيران كانت في كل انحاء الاتحاد الكوره، طبعا في مستندات وفي عقود لعيبه وفي اوراق مهمه جدا. طبعا ده يعتبر حاجه مش كويسه، ولكن نتمنى ان شاء الله ان المسؤولين في الفتره اللي جايه ياخدوا القرار الصائب وعدم وقفان الدوري، لان لو وقف الدوري تاني الحياه مش هتمشي، هتبقى مشكله صعبه جدا جدا يعني. كابتن النهارده بعد لقاء سمنود وكفر الشيخ والخساره 3-1 وكلمه كابتن ايهاب ان هو مش هيرجع تاني، النهارده كان في قلق قبل المران وان الكابتن ممكن يجي او ما يجيش، شايف ظروف الفرقه تمشي تروح لفين يا كابتن؟ والله الكابتن ايهاب بعد المباراه اللي فاتت الخساره اللي احنا خسرناها كان واخد موقف وكان مشدود شويه عصبيا وكان زعلان على نتيجه المباراه، والراجل قال بعد المباراه يا جماعه انا متاسف مش هكمل معاكم، وكان موقف انفعالي منه، لكن الحمد لله مجلس الاداره جدد الثقه في كابتن ايهاب، وكلهم ناس محترمين جدا وناس بيساندوه، وقالوا له يا كابتن احنا مش زعلانين على الخساره، لكن احنا عندنا فرقه كويسه، والمهم والاهم ان احنا ان شاء الله عاوزين نعمل فرقه ان شاء الله السنه الجايه نقدر ننافس بيها على الصعود ان شاء الله. والناس جددوا الثقه في الكابتن ايهاب، وكابتن بدليل ان الكابتن كان موجود في مران النهارده اول تمرين ليه بعد المباراه، وان شاء الله ربنا يكرمنا الماتش الجاي ونعوض الخساره اللي فاتت ان شاء الله، لان موقفنا بقى صعب جدا، يعني احنا موقفنا دلوقتي في الجدول بقى صعب جدا، لان اللي تحتنا كلهم 13 بونت واحنا 16 بونت، فلازم نشد حيلنا ان شاء الله الفتره اللي جايه عشان نطلع من الكبوه اللي احنا فيها ان شاء الله. نقول خسارة سمنود 3-1 ترجع لخبرة اللعيبة في الملعب، لعيبة 17-18 سنة، هدف أول ده يعني 100% خبرة لعيبة سابوا الملعب كلهم، هدف تاني شوطة من بره المنطقة، يعني نقول إن النهارده الكابتن إيهاب هيقعد مع اللعيبة، أكيد في اجتماع النهارده مع اللعيبة. والله يا كابتن أحمد زي ما حضرتك قلت هي أكتر اللعيبة اللي في الملعب عندنا لعيبة 19 سنة ولعيبة 21 سنة، ولكن حضرتك كنت موجود معانا في المباراة وشفت الجول الأولاني اللي احنا جايبينه، كنا راكبين الماتش وماشيين كويس ومسيطرين، وما جبنا الجول الاولاني لسه اللعيبه يا دوبك رايحه اللي يحتفل مع الجهاز الفني ولاعيبه ساجده في الملعب، والفرقه الثانيه رايحه تجيب جون، يعني حاجه غريبه جدا، يعني الفتره اللي احنا جايبين فيها الجون مع الجون التعادل ثواني ما كملش ثواني، يعني ممكن نقول ده 40 ثانيه 30 ثانيه هم سنطروا جابوا الجون، فرقت معانا طبعا لعيبه صغيره مفيش خبره، ولكن الحمد لله على كل شيء وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. شايف فريق كفر الشيخ في ماتش طنطا القادم ماتش صعب، طنطا بينافس بقوه على الصعود، كفر الشيخ عايز يخش منطقه الامان، عندنا بعض الغيابات طبعا احمد ابو زياد حاله طرد وفي اصابات في الملعب. هو فعلا الموقف صعب جدا والمباراه الجايه مباراه تقيله، وطبعا زي حضرتك قلت طنطا بتنافس ومحتاجه المباراه، واحنا بنفس الشيء برضك احنا محتاجين المباراه، واحنا قدام الفرق الكبيره بنعمل ماتشات كويسه جدا، بدليل ماتش المنصوره اللي فات كان على ملعبنا عاملين ماتش كويس كنا متقدمين على المنصوره، وان شاء الله باذن الله احنا محتاجين ان الثلاثه بونت دول باي طريقه ان كان، زي ما قلت لحضرتك موقفنا في الجدول صعب جدا ولازم نجتهد الماتش اللي جاي، وان شاء الله باذن الله الغيابات اللي موجوده طبعا الكابتن ابو زيد خد طرد المباراه اللي فاتت وهيغيب على المباراه اللي جايه، وطبعا هداف الفرقه ولاعب مؤثر جدا، ولكن الحمد لله الموجودين هيسدوا ان شاء الله ويقوموا بالواجب وهيعوضوا النقص الموجود ان شاء الله. بالنسبه للاصابات عندنا الجول الاساسي كابتن مدحت طبعا غاب على الماتش المباراه وكان ليه تاثير ايجابي على تاثير سلبي على الفرقه، وان شاء الله هو ان شاء الله عنده بكره جلسات مع الدكتور الفريق، وان شاء الله نجهزوا الماتش ويفرق معنا ان شاء الله المباراه اللي جايه لحارس المرمى باذن الله.
الجهاز الفني النهارده يقعد مع اللعيبه. كابتن ابراهيم مصطفى معروف انك قريب قوي من اللعيبه، اكيد اتكلموا معاك في الفتره اللي بين المباراه والتمرين، كنت بتقول لهم ايه؟ والله يا كابتن امبارح فعلا بعد ما رد التليفون بتاعي ما بطلش يرن من كل اللعيبه، يا كابتن الكابتن جاي، يا كابتن الكابتن مش هيرجع، يا كابتن. فاللعيبه كلها متاثره جدا، وبصراحه مرتبطين ارتباط مع الكابتن ايهاب، ارتباط غريب يعني، تحس ان هو اب ليهم، اخ كبير لهم. وكل اللعيبه بعد المباراه اللي فاتت لعيبه كتير باكم على ان سمعوا الخبر ان الكابتن ماشي، ولكن الحمد لله الكابتن النهارده لما اللعيبه شافوا الكابتن في الملعب الحافز عندهم زاد، وهم عندهم اصرار وعندهم عزيمه ان شاء الله الماتش الجاي هيقدموا مباراه كويسه عشان بس خاطر الكابتن ايهاب، لان المباراه اللي جايه صعبه جدا ومش عايزه اي تهاون، لان اي تفريط في اي بونت افتكر ان الوضع هيبقى صعب جدا بالنسبه للجهاز وبالنسبه للعيبه وبالنسبه للنادي ككل يعني. فان شاء الله ربنا يكرمنا الماتش الجاي باذن الله. شكرا يا كابتن. الله يخليك ان شاء الله. تعليقك يا كابتن النهارده على حكم المحكمه؟ والله هو الحكم من البدايه والقضاء طبعا معروف عندنا في مصر، القضاء عادل وصريح في كل حاجه وفي قراراته، وانا الحمد لله يعني القرارات اللي اتخذت في مجموعه اتخذت لصالح بنحبك يا كابتن. ايه يا عم تاني ماشي. طب بعد ما الجمهور بيبص ما ينفعش يا كابتن علي. لا والله انا هقوم ابص اروح ما هتتقطع، مش كده حواره كله هيتقص. كابتن حماده العش مدير قطاع الناشئين بنادي كفر الشيخ، برحب بك يا فندم. اهلا وسهلا بكم في نادي كفر الشيخ. تعليقك النهارده يا كابتن على حكم المحكمه؟ والله هو الحكم المحكمه معروف ان القضاء عندنا قضاء عادل، وحكم المحكمه بالنسبه للطرفين هو يعتبر مرضي وكويس جدا، يعني في 21 متهم خدوا اعدام، ولكن في ناس ثانيه، ولكن طبعا على قد ما قدرت المحكمه وعلى قد الحكم والاوراق اللي قدامهم، وفي مدير الامن خد 15 سنه وفي مدير الاستاد خد حكم برضه، فديت متهيألي احكام عادله، ولكن الالتراس في الاهلي وفي بورسعيد مندفعين من حاجات خلفيه ربنا يعلم بيها. النهارده اشعال النهارده باتحاد الكوره ونادي الشرطه شايفين كان طلع اشاعه ان النشاط كفر النشاط في اجتماع بعد ساعه مع السيد عمرو فاروق، شايف ان الدوري ممكن يتوقف تاني؟ والله لحد دلوقتي احنا ما جبناش حاجه، بس احنا شايفين الكره العجله دارت دلوقتي والكره شغاله كويس دلوقتي، وعلى فكره الكره دي مهمه جدا في الدوله، لانها مش عايز اقول لك بتلهي الناس، ده حاجه اساسيه اللي في داخل الناس، وناس اسر كتير بتاكل من وراء الكوره، فيجب ان الناس تلتزم وكل واحد يكون ملتزم، لان اي منشآت بتبوظ دي على حسابنا احنا مش على حساب البلد، لان البلد بتاعتنا احنا كلنا. بحكم تواجدنا بنادي كفر الشيخ والازمه بعد لقاء سمنود وكفر الشيخ، كابتن حماده العش اكتر واحد حس بالكابتن ايهاب جلال ومدى اللي بيعانيه من لعيبته، معاه 7 8 لاعبين من الناشئين، شايف ان الخبره قليله في وسط الفريق؟ والله احنا ماشيين ورا الكابتن ايهاب بكل قوه، والراجل دلوقتي بيعمل فرقه جديده، عنده مجموعه لعيبه كبار استبعدهم، والراجل بيعمل في تيم جديد، فالمفروض ان احنا نكون مساعدين معاه في اي موقع، لان الفرقه دلوقتي ان شاء الله احنا عايزين بس نبقى في وسط الجدول السنه دي، والسنه الجايه الفرقه كلها شأن كبير جدا بوجود مجموعه الناشئين المتواجده، وان شاء الله يعني هتبقى الفرقه لها وضع كويس قوي السنه الجايه، وخاصه ان الكابتن ايهاب من الناس اللي بتستعين بالناشئين ودائما مركز على مجموعه الناشئين في النادي. شايفين قرار كابتن ايهاب بعد اللقاء ان هو مش هيكمل مع فريق كفر الشيخ، شايف ان دي كانت هتبقى خساره كبيره للنادي؟ طبعا هتبقى خساره كبيره، لان انا زي ما انا قلت لك في البدايه كابتن ايهاب من الناس المتعاونه معانا في النادي، سواء في الدرجه الاولى او في قطاع الناشئين، وراجل محترم وشخصيه كويسه جدا، ومدرب على خلق، ومدرب كفاءه ذو كفاءه عاليه، فطبعا عدم وجوده انا اعتبر خساره كبيره. رغم ان في لعيبه كتير مستوياتها عاليه في كفر الشيخ، قطاع الناشئين بكفر الشيخ الان جواله وكشافه بيضم لعيبه كتير من انديه كفر الشيخ، شايف ان انت خلاص هتبدا تفرمط بقى لقطاع الناشئين من جديد؟ والله احنا في مجموعه طلعت دلوقتي كتيره من القطاع من عندي، طلعت للدرجه الاولى، وفي مجموعه ثانيه ان شاء الله، وزي ما انا قلت لك هو كابتن ايهاب بص لحته الناشئين، ففي فرمطه كبيره قوي بالنسبه لقطاع الناشئين، الناس اللي هتستحق تكون موجوده في النادي تستنى وهتاخد كل مميزاتها، والناس اللي ان شاء الله لا تصلح ما تكونش موجوده معانا باذن الله من السنه الجايه ان شاء الله. لقاء طنطا القادم يوم الخميس لقاء صعب، يعتبر عنق الزجاجه لكفر الشيخ، طنطا بينافس بقوه، كفر الشيخ عايز يخش منطقه الامان. كابتن حماده يعني اكيد انت لاعبتك اللي هم صاعدين مع فريق الناشئين، اكيد انت هتقعد معاهم تفهمهم حاجات.
طبعا هو بالنسبه لمباراه طنطا مباراه قويه جدا، وخاصه ان احنا طالعين من خساره في مباراه سمنوت القادمه الماضيه. فان شاء الله يعني اللعيبه تكون مركزه مع المدرب، لان مباراه طنطا مباراه مش سهله. وطبعا احنا عندنا لعيبه يعني قليله 7 8 لعيبه قليله الخبره. ففي 3 4 من اللعيبه الدرجه الاولى والناس اللي لعبت فتره طويله ان شاء الله يكونوا بجوارهم لكي يشدوا من ازرهم. بالتوفيق يا كابتن النادي كفر الشيخ، ونتمنى نشوف مواهب كتيره في داخل النادي. الله يخليك يا ابو كباتن، متشكرين. اكيد مدرب نادي كفر الشيخ لفريق 19، برحب بك يا كابتن. اهلا وسهلا، ازيك حضرتك؟ تعليق يا كابتن النهارده على حكم المحكمه. حكم عادل للناس كلها، الناس قتلت ناس وخدت جزاء. شايف ان الحكم ده يرضي جميع الاطراف؟ هو طبيعي يرضي جميع الاطراف، لان عدالة الله ربنا فوق كل شيء، وده حكم محكمة كلنا لازم نحترم، سواء انا راضية او غير راضية. اشعال النيران في اتحاد الكرة ونادي الشرطة، واشاعات كتير ان النشاط هيتوقف. شايف ان الكلام ده ممكن يعمل مشكلة للاجهزة الفنية بكفر الشيخ؟ انا بقول صعب الكلام ده خالص طبعا، ووصوله احنا اصلا نقف ضد كل الحاجات اللي بتحصل دي. في لعيبة كتير بطلت بسبب المواضيع دي كلها، احنا بقالنا سنة ونص في الموضوع ده. كابتن، بعد لقاء سمنود وكفر الشيخ واشاعه رحيل الكابتن ايهاب جلال، حضرتك انت 7 8 لاعيبه من فريق 19 بكفر الشيخ في الفريق الاول، قوام الفريق الاول كله يعتبر من فريق 19. شايف لعيبتك ازاي ما كانتش واقفه في الملعب؟ شايف الخبره قليله ما عندهم؟ لا هي عادي، الفرقه كانت عامله ماتش كويس في بدايه المباراه، وماتش المنصوره كان قبل كان عاملين ماتش كويس. وارد الفرقه تخسر 3، وارد خالص. هي المشكله في كلها اللي الناس مستعجله، اللي الفرقه تنافس في مقاومات للمنافسه، وفي كل حاجه ديت لسه كلها مش متكامله في كفر الشيخ. الهدف الاول تعبير عن الفرحه وتركوا نص الملعب، فريق سمنود بخبره محمد العتراوي بيسنتر وبيجيب جون في نفس الثانيه. دي طبعا مع احترامي اللعيبه اللي موجوده في الملعب، دي بتاعت اللعيبه خبره ملعب. لازم ان يبقى في خبره، اللعيبه كلها ما تبقاش اللعيب يفرح جواه، ولازم يبقى في فاهم لو اللعيب واقف في الملعب الثاني ما كانش الحكم سنتر للكوره، فهي ديت خبرات طبعا مالهاش دعوه. نقول الكابتن محمد سعيد مزنوق في تشكيلته في فريق 19، 7 في الفريق الاول، عنده اصابات عنده ايقافات. ازاي بتحضر لعيبتك للماتش؟ بيبقى معاك 7 8 لعيبه بس اللي جاهزين معاك في الملعب. الحمد لله، يعني في فرقه 17 سنه فيها لعيبه كويسه، فرقه 95، فهم دول قوم النادي، هم 93، فبنكمل من ال 95 على 93 وبنكمل مباراه وبنلعب، واكتر من مباريات السنه دي كده بسبب لعيبه اللي في الدرجه الاولى. معروف ان كفر الشيخ خلال الشهر الماضي يعني اكثر من لاعب مضى كفر الشيخ من قطاع الناشئين، يعني نعرف كده ان انتوا بداتوا تبنوا فرقه جديده تاني في الناشئين. السنه الجايه الفرقه هتبقى كويسه احسن من كده ان شاء الله، ان شاء الله، لان اكتر القوام هيبقى من جوه داخل النادي يعني، واكترهم من فرقه 19 سنه، و95 دي فيها لعيبه كويسه جدا مميزه برضه، وهتبقى حاجه مبشره للنادي يعني ان شاء الله. طبعا كابتن محمد سعيد، ال7 لعيبه صاعدين فريق اول بتقعد معاهم في النادي هنا، يا ترى انت تقول لهم ايه في الماتش الجاي؟ يشدوا حيلهم، ووارد ان انت تخسر ووارد ان انت تكسب. دي كرة القدم، ما فيش حد بيكسب على طول ولا بيخسر على طول. الناس تركز ويحاولوا يحجزوا على اماكنهم الاساسيه في مع الدرجه الاولى يعني. شكرا يا كابتن محمد، نتمنى التوفيق لك يا كابتن. الله يخليك يا ابو كمال.